إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. قالها أحمد شوقي ذات زمان، واليوم ربما لم يعد لها معنى، في زمن انحدرت فيه أخلاق مجتمعنا انحدارا مرعبا، وانقلبت المعادلة حتى أصبح قول الحق مخجلا والإجهار بالباطل مفخرا. ظن الجميع وفي تاريخ ليس ببعيد أن زمن الإصلاح قد حان، وأن ما شاع من فساد في هذه البلاد كان سببه النظام السابق، وأنه سيرحل معه. لكن يبدو أن الفاسد رحل فعلا، لكن المفسدين لا زالوا يعيثون على هذه الأرض فاحشة. لم يعد للأخلاق مكان في تونس ولا لديار تونسيين حرمات بعدما استبيحت كل الخطوط الحمر للأخلاق في المجتمع. مشاهد مخزية مخجلة تظهر على منابر الإعلام، كأن يخرج علينا أحدهم بفتاوي يحلل ويحرم الخمر والزنا، يأمر وينهى ويميع أذواق الناس. خمر حلال. شاع الفساد في البلاد حتى أصبح بيع الخمر والمخدرات علنا، والقانون يتفرج، بل وتفكر الدولة في الترخيص فيها وتقليص عقوبة مستهلكيه. كيف لا، وهي التي بادرت بالتنصيص على حرية الضمير في الدستور الحديث. ظواهر غريبة تقبح شوارعنا، لا نسمع غير بذيء القول وفاحش الفعل. ثقافة الشارع غزت المجتمع، فأصبح الفن ينسب إلى الجاهلين به والثقافة إلى العابثين بها. وقتاش تم افتتاح المسرح البلدي في تونس؟ المسرح البلدي وقتاش بدا؟ وقتاش بدا المسرح البلدي؟ 78 قبل استنى 60. خلناها تراكمات سنوات من كبت الحرية زائلة مع بداية بناء الدولة الحديثة ومؤسساتها، لكن نفاجأ حديثا بتقنين الرذيلة وتيسير نشاطها بشكل منظم ضمن منظمات مدنية، جمعية تدافع عن المثليين جنسيا تدخل مجتمعا مسلما كان همه إصلاح نفسه وتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي. نجد ساسة البلاد اليوم يناقشون سفاسف الأمور ويدرسون ملفات لجمعيات تسعى إلى إشاعة الفساد بين الناس. كل ذلك يأتي وسط ذهول مثقفي تونس وساستها الذين أظهروا وقاحة فاضحة في الترحيب بهذه الجمعية، ما يضعنا أمام تساؤل: ما علاقة أحزاب وطنية بهكذا ظواهر؟ ما عنديش حتى مشكل إنه جمعية كما هذه تاخذ الرخصة باش تنشط بصفة قانونية، بالعكس كنت حاضرة معاهم وساندتهم. في المقابل لم نلمس غير مواقف ملساء ناعمة قدت من خيزران، لم تكن لديها الشجاعة بقول ما قاله القرآن ودرء هذه الممارسات. الممارسة هذه مجرمة بالقانون، هو يعمل الجمعية يطالب بتغيير القانون يعمل الروح، ولكن هي الممارسة مجرمة بالقانون. ما فماش توا، ما فماش للحكومة ولا حتى حزب من الأحزاب المحترمة في البلاد مطالبة بتغيير المجال الجزائي. وكان بيان دار الإفتاء التونسية الموقف الرسمي الوحيد الرافض لما أقدمت عليه حكومة الصيد بإجازة نشاط الشواذ في بلادنا. اليوم يتحدث عن الفواحش في البلاتوات والفضائيات والقنوات والإذاعات وكأنه أمر هين وكأنه أمر طبيعي وعادي. حسبنا الله ونعم الوكيل. إلى أي حالة وصلنا؟ إلى أي حالة وصلنا؟ اليوم يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن المثلية الجنسية. إن الحديث عن مثل هذه المظاهر والآفات على وجه العلن أمر محرم من الأساس، أمر محرم من الأساس. انتشرت مظاهر الفساد في مجتمعنا وشاعت الرذيلة حتى أصبحنا موضع تندر. مورست في هذه البلاد كل المحرمات ولم نمارس من الحلال غير أبغضه. أليست هذه حرب على الدين بنشر ثقافة الفواحش؟ هل نجح العدو في تصدير فيروسات البذاءة والرداءة؟ هل باسم حرية الضمير المدسترة نضحي بالحق في التشغيل والكرامة؟ هل حقا بات علينا أن نتساءل ماذا بقي لنا من الدين في تونس؟